قواعد حياتية عن حديث الإمام الحسن صلوات الله عليه الشيخ محمد البدري. الإمام الحسن عليه السلام وضع لنا 4 قواعد في الحياة. أولا قال: ورع الناس من وقف عند الشبهة اتأمل بيها لا تحكم، أقف عند الشبهة. هذه قاعدة الإمام الحسن عليه السلام وضعها. القاعدة الأخرى: أعبد الناس من قام على الفرائض، الصلاة الواجبة تأديها بوقتها، أو العبادات الأخرى الصيام وما شابه ذلك. النقطة الثالثة: أزهد الناس من ترك الحرام. هذا زاهد في حياته، إنسان لا يريد من الدنيا شيئا إلا العبادة والطاعة، وهذا يعتبر بمنزلة الزاهد. الأمر الرابع: أشد الناس اجتهادا من ترك الذنوب، الذي يخالف هوى نفسه ذلك هو المجتهد، لأن عضلة الروح تحتاج إلى إنسان تارك إلى الذنوب حتى تقوى على رد هذه الذنوب ورد هذه المعاصي. هكذا الإنسان المؤمن يكون في حياته.